الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في يوم من أيام الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس: الصلاة جامعة. وكان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع إليه الناس ليخطب فيهم. فتقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها: لما سمعت الصلاة جامعة دخلت المسجد وجلست مع النساء في الصف الذي يلي ظهور القوم، أي ظهور الرجال. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ليحكي لهم أعجب قصة يمكن أن يسمعها بشري. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر مبتسما وقال لهم: أبشروا، فما لرهب جمعتكم ولا لرغبة، ولكني سمعت من تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه قصة كنت قد حدثتكم إياها وأحببت أن تسمعوها. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ذلك الخبر العجيب الفريد الذي رآه وسمعه تميم الداري، ثم قصه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تميم الداري: ركبنا البحر فلعبت بنا أمواجه شهرا، حتى قذفتنا أمواج البحر إلى جزيرة، فنزلوا هذه الجزيرة فوجدوا على شطها وجدوا دابة قد غطاها الشعر أهلب، يعني شعرها كثيف غليظ لا يعرفون قبله من دبره، فخافوها. والحديث في صحيح مسلم صحيح. قالوا لها: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة، أي تتجسس الأخبار بالذي سأذكر لكم. فقالت لهم: أقبلوا معي إلى الدير. في الجزيرة دير مكان للعبادة مبني. قالت لهم: أقبلوا معي إلى الدير. يقول تميم: فخفنا أن تكون شيطانا فأسرعنا إلى الدير ليروا ذلك المنظر العجب. ماذا رأوا؟ قالوا: رأينا رجلا كأعظم ما يكون خلقه، قد صفدت يداه بالحديد إلى عنقه، وجعل الحديد من ركبتيه إلى قدميه، لا يستطيع الحركة. فدار بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المخلوق العجيب حوار غريب فريد فيه دروس وعبر. قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم من العرب. ثم جعل يسألهم أسئلة دقيقة. الأول قال لهم: ماذا فعل نخل بيسان؟ نخل في جزيرة العرب، هل ما زال يثمر؟ قالوا: نعم، ما زال نخل بيسان يثمر. قال لهم: أما إنه يوشك ألا يثمر. يوشك
ألا يثمر، فتعجبوا. ثم قال لهم ماذا فعلت بحيرة طبرية؟ وبحيرة طبرية هي بحيرة عظيمة في حدود الأردن وفلسطين. هل جفت البحيرة؟ قالوا له لا، إنها غزيرة الماء. قال يوشك ألا يبقى فيها ماء. قال ما فعلت عين زغر؟ وعين زغر هي عين ماء توجد في الجانب القبلي للشام. قالوا هي عين كثيرة الماء يزرع الناس من مائها، فسكت. قال لهم هل خرج نبي الأميين؟ من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم خرج. قال ما الذي قابله به قومه؟ قالوا قاتلوه فظهر عليهم وقد خرج من مكة إلى يثرب. فقال لهم أما إنه أحسن لهم أن يطيعوه. ثم أفصح عن السر. من هذا الإنسان؟ ولماذا جعل في الحديث على هذه الهيئة؟ قال لهم المفاجأة: أنا المسيح، أي المسيح الدجال. قال أنا المسيح ويوشك أن يبعثني أو أن أخرج وأمكث 40 يوما لا أدع مكانا إلا دخلته إلا مكة وطيبة، فإنه تمنعني الملائكة عند أبوابها وحدودها تحمل السيوف. هذا أيها الإخوة هي قصة المسيح الدجال. تلك القصة العظيمة التي بلغ من شأنها أنه ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الدجال. فتنته عظيمة وأمره خطير، لدرجة جاء في بعض الأحاديث أن الرجل يأخذ امرأته وأبناءه ويقيدهم في الحبال حتى لا يخرجوا إليه إذا ظهر. والذي يلزمنا معاشر المؤمنين ونحن نؤمن أنه من أشراط الساعة أن نتعلم أمرين اثنين: الأول ما هي علاماته حتى إذا ظهر كنا منه على بينة، والثاني ما هي سبل النجاة منه إذا خرج. وكل هذا بحمد الله قد علمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولن تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا وقد حذر أمته، وسأحذركموه تحذيرا لم يحذره نبي أمته. قال: إنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. فإذا هو خارج، وهو الآن موجود مخلوق كائن، وقد رآه الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا تعيين مكان، وإنما أشار إلى الجهة. فبعد فراغ رسول الله من حديث تميم جعل يشير إلى المشرق ويقول: إلى المشرق ما هو، إلى المشرق ما هو، يعني يخرج من نواحي المشرق، أقصد مشرق المدينة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى اسم المدينة التي يخرج منها وعلامة أول من يتبعه من الناس. تلك المدينة هي، قال عليه الصلاة والسلام، يقال لها أصفهان، مدينة موجودة معروفة الآن في إيران.
يتبعه، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة يلبسون الطيلسان يغطون رؤوسهم بأزواج. وقد شهدت الدراسات الديموغرافية لليهود أن أعلى نسبة لليهود اليوم بعد الكيان المحتل موجودة في إيران. أعلى نسبة لليهود موجودة في إيران. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. متى يخرج هذا الدجال؟ من هو؟ آمنوا أيها المؤمنون بالذي جاءت به النصوص. هو ليس من الجن ولا من عفاريت الجن وشياطينها، هو بشري من البشر جعله الله عز وجل اختبارا للمؤمنين. يخرج أولا يدعي أنه رجل صالح، فإذا صدقه الناس يزعم أنه نبي، فإذا اتبعوه يقول: أنا ربكم الأعلى. ويجعل الله على يديه مخاريق، فربما يأخذ الرجل ينشره بالمنشار شقين حتى يسقط شقاه على الأرض، ثم يقول له: قم، فيقوم، ابتلاء وفتنة ليميز الله الصفوف وليبتلي الله جل وعلا المؤمنين. من علاماته أيها المؤمنون أنه يخرج بعد فتح القسطنطينية. يخرج بعد فتح القسطنطينية التي في روما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس، يقول عمران بيت المقدس خراب يثرب، أي المدينة، وخراب يثرب خروج الملحمة، معركة كبرى تقطع فيها اللحوم فسميت ملحمة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ضرب على فخذه أو على منكبه ثم قال: إن هذا لحق كما أنك قاعد. قالها لبعض الصحابة. وله علامات أخرى كثيرة لا يسعنا المقام لذكرها. ليأتي الأمر الأهم: لو خرج وظهر كيف ننجو منه؟ بين لنا نبينا الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك المنهاج القويم الذي ينبغي أن نتمسك به. فإذا خرج الدجال لجأنا إلى ما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول ما نعصم به أنفسنا من الدجال لمن استطاع أن يسكن مكة والمدينة، فإنه كما قلنا أولا ما من بلد إلا سيدخله الدجال إلا مكة والمدينة، لن يستطيع دخولها لأن الملائكة تمنعه. فمن استطاع أن يسكن مكة والمدينة فليفعل. ولذلك يأتي عدو الله يقف عند المدينة لا يستطيع أن يدخلها، ثم ترجف المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام 3 رجفات كالزلزلة. فبعد هذه الرجفات ولا زال الدجال واقفا على تلك الأرض المالحة في حدود المدينة. ومعلوم اليوم أن المدينة تحيط بها أرض مالحة هي السبخة، يقف عندها فيخرج إليه كل كافر ومنافق يطهر الله المدينة منه. فمن استطاع أن يسكن مكة والمدينة فليفعل. الأمر الثاني الذي به النجاة من شر هذا الكائن لزوم تقوى الله عز وجل والاعتصام بالدين. فإن الذي يكون مع الله يكون الله معه، والذي يعتصم بحبل الله فقد اعتصم بحبل وثيق. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ضيق، ومنه ضيق هذا الدجال. ويا عجبا لذلك الشاب المؤمن الذي حدثنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا بلغت به التقوى.
يخرج إلى الدجال وقد شهد له النبي بالإيمان، فيقول له الدجال آمن بي، فيقول الشاب للدجال أنت أعور والله ليس بأعور، فيأخذ الدجال المنشار فينشر الشاب حتى يسقط شقاه على الأرض يعذبه، ثم يقول له قم، فيقوم والناس ينظرون، فيقول الدجال للشاب آمن بي أنا ربك، فيقول له لم أزدد منك إلا كفرا، أعلم أنك كاذب، فحينها يريد أن يذبحه فلا يمكنه الله عز وجل من ذلك. الدين، انظروا ماذا فعل بهذا الشاب. وما أحوجنا أيها الإخوة أن نتمسك بالدين في زمان الدجاجلة الأصاغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يخرج الدجال حتى يخرج قبله دجالون 30، فإذا خرجوا جميعا يخرج بعد ذلك يتوج أفعالهم. واليوم ما أكثر الدجاجين في بلاد المسلمين الذين يكذبون على الله وعلى شرعه ويريدون تغيير أحكامه وتبديل شريعته وتزييف دينه. هؤلاء ينبغي أن نكون منهم على حذر وأن نتمسك بهذا الدين، فإنهم إن غلبونا اليوم بكذبهم وتزييفهم ونفاقهم وزندقتهم لا نأمن أن يغلبنا الدجال الأكبر. ومما ينجي الله تعالى به المؤمنين من الدجال كثرة التعوذ بالله منه، أن نكثر التعوذ بالله والالتجاء إليه بأن يعصمنا الله منه. ولذلك علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو دبر كل صلاة، يعني في آخرها حينما نفرغ من التشهد فنقول اللهم إنا نعوذ بك من 4، ومنها من شر فتنة المسيح الدجال. ومما يعصم الله عز وجل به من الدجال أن تحفظ ال10 آيات الأولى من سورة الكهف، فإنها رقية هذا الشيطان ويعصمك الله منها. جميعا ينبغي أن نحفظها وأن نعلم معناها، لربما يخرج من يدري، فإذا قرأت عليه هذه الآيات ينجيك الله منه. يقول صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي الحديث الآخر يقول فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. الجوار يعني العصمة. ولا زالت هناك وسائل أخرى تعصم نفسك من هذا الدجال. أسأل الله أن يعصمني وإياكم منه ومن دجاجلة الإنس والجن بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها المؤمنون، ومما يعصم العبد به نفسه من شر الدجال كذلك، بل ومن شر كل دجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من وسائل حفظ النفس والدين منه الابتعاد عنه. إياك أن تذهب إليه ولو استفزك ولو دعاك ولو رأيت الخير بين يديه وقد اشتد عليك الجوع والعطش، لا تقرب حياضه ولا تطرق بابه ولا تلتمس جواره، ابتعد فثم النجاة. يقول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به أو لما يبعث به من الشبهات. فيه أن الإنسان ولو كان من سادات العلماء الأولياء الأتقياء لا يقترب من الدجال. وسبحان الله العظيم،
لو أردنا أن نجمع كل هذه الوصايا ما هو الجامع بينها؟ الذي يكون عصمة لك من الدجال ومن كل الدجاجلة أمران. الأول العلم النافع. كيف تحمي نفسك من شبهات الدجال أو من شبهات الدجاجلة؟ بالعلم، بأن تحيا فينا علوم الدين، بأن نتعلم شريعة الله رب العالمين، بأن نتفقه في القرآن والسنة على منهج السلف، بأن نجلس في حلقات القرآن وحلقات الدين. والجاهل لا يأمن أن تعرض عليه أي فتنة ولو كانت صغيرة فتأخذ بقلبه. ألسنا نرى اليوم من يعتقد بأن المال يجوز كسبه بالربا لشبهة دخلت عليه؟ ألسنا اليوم نرى من البنات من تريد أن تزوج نفسها من دون ولي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت نفسها من دون ولي فهي زانية. ألسنا نقرأ في أحكام الله بأن الإرث فصله الله ليس لأحد الحق أن يغيره؟ لا نقبل بذلك ولا نرضى به ونتبرأ إلى الله ممن فعله كائنا من كان، بشبهة أنه يريد العدل بين الناس وكأن الله ظالم. ما سبب هذه الشبهات؟ بعدنا عن الدين وعن العلم، حتى صرنا نرى من نساء المسلمين وبنات المسلمين ورجال المسلمين من يقبل تغيير الشريعة، والمرأة تصلي وعمرها 60 سنة وتقول: أنا أؤيد تغيير شرع الله. لماذا؟ قالت: الظلم الرجل والمرأة هو سبب الجهل بهذا الدين. لو أننا أيها الإخوة فهمنا الشريعة وفهمنا مقاصدها ودرسنا كما درس علماؤنا لما استطاع أن يضحك علينا أحد. ولكننا للأسف، وأقولها بملء الفم، نحن جهلة بهذا الدين الكريم، ولذلك لن يشرفنا الله بأن يطبق علينا شرعا. تطبيق الشريعة على الناس وعلى الدول وفي المجتمعات شرف، وإحنا نستحق هذا الشرف. أبناؤنا يستحقون هذا الشرف؟ لا نستحق. منك تشوف واحد شهاداته الجامعية عالية، تخصصاته التقنية عالية، ولا يحسن أن يقرأ اليسير من المفصل، لا يحسن أن يقرأ سورة العاديات ولا سورة سبح اسم ربك الأعلى. على من سيطبق الدين؟ على من؟ فبالتالي يفجر طائفة منا ويقودون إلى الفجور، ثم بعد ذلك يأتي عذاب الله على الجميع. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك أنا أوصي نفسي اليوم في سياق الحذر من كل دجال بتعلم الدين على وجهه. الحمد لله الأكاديميات عن بعد موجودة، ولا زالت الدروس قائمة، والكتب تطبع، والدروس المرئية موجودة. لابد أن يكون لك برنامج تعلم فيه نفسك الدين. لا يكفي أن تصلي مع الناس في الصف الأول وأن تحرص على الصلاة، لا بد من العلم. وكذلك كل صاحب مال وصاحب علم لا بد أن يبذله لخدمة هذا الدين. اليوم أيها الإخوة ما بقاش نافع عقلية شوفوا اسكت، لأن الناس ما كيشوفوش ويسكتوا. احنا لا ساكتين، المفسدون يفسدون في بلاد المسلمين، يفسدون ما ساكتينش، وأنتم ترون وتسمعون بكل وقاحة. لا يبالون لا ببلادنا ولا بديننا ولا بتاريخنا ولا بجهاد أجدادنا ولا بمذهبنا ولا بشيء. وشنو غنبقاو نشوفوا نسكتوا؟ اش خاصنا؟ ان نتعلم الدين. ابدا بنفسك، خليك من هذيك الهضره الخاويه خاصنا نهضروا ونديروا. تعلم الدين، استقم انت على امر الله.
وأولادك وبناتك وأخواتك وقرابتك ثم جيرانك ليصلح المجتمع. فإذا صلح المجتمع سيكون الله معنا. لا تأكلوا الربا، لا تغشوا في الموازين، لا يتبرج النساء، لا تشجعوا الغانيات والأفلام والمسلسلات، لا تخالفوا الهدي النبوي، تعلموا العلم، أكثروا من فتح الكتاتيب لتحفيظ القرآن، احرصوا على السنة، عفوا اللحى، تشبثوا بالدين. بهذا يعزنا الله، بهذا فقط يعزنا الله. اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم احمنا بالدين، واحمي بلادنا بالدين، واحمي مجتمعنا بالدين، وانصرنا على القوم الظالمين، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا قد قرأنا في كتابك وفي سنة نبيك أننا إذا عصينا وغيرنا أهلكتنا، فاللهم إنا نعوذ بك من أفعال السفهاء منا. ربنا لا نرضى بأفعالهم، ونبرأ إلى الله من سوء قالتهم، ونعتبر أنهم يخونون الدين ويخونون هذه الأمة. فاللهم كن عليهم ولا تكن لهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس. ربنا انصر به الدين، اللهم انصر به الدين، اللهم انصر به الدين، اللهم انصره في نفسه وفي ولي عهده وحاشيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في كل مكان في غزة وغيرها ممن يرغبون في الإصلاح والتمكين للدين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم تقبل شهداءهم وسدد رميهم وانصرهم على مكائد الكائدين يا رب العالمين، ولا تحرمنا أجورهم يا أرحم الراحمين. ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا نافعا ترخص به الأسعار وتنزل به الرحمات ويروى به العطش يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.